الليلة يكتمل عقد المربع الذهبي. المنتخب الأردني والمنتخب الإماراتي يلتحقان بالأخضر السعودي وأسود الأطلس في القمة الأولى، العراق بالأردن، من هجمة مرتدة خاطفة يحصل الأردن على ركلة جزاء ويسجل الهدف الأول. بعدها سيطرة عراقية بالطول والعرض، فرص ضغط استحواذ خانق، لكن كرة القدم لا تعترف بمن يهاجم أكثر بل بمن يقتل المباراة، فالأردن فعلها بأقل الفرص وبأعلى تركيز يصل نصف النهائي. والقمة الثانية الجزائر والإمارات، تاريخ دراما 90 دقيقة انتهت بتعادل إيجابي. المباراة تبدل الأشواط الإضافية وبعدها الأضواء تتجه نحو ركلات الحظ. الجزائر تسجل والإمارات تعدل، والجزائر تضيع والإمارات تضيع حتى وصلت الركلة السابعة. الجزائر تهدر والإمارات تضرب آخر المسامير وتقصي حامل اللقب. نعم، حامل اللقب يغادر، والأبيض الإماراتي يشعل المفاجأة الأكبر ويتأهل بجزائر للمربع الذهبي. وهكذا اكتملت القصة. السعودية والمغرب والأردن والإمارات، 4 منتخبات، 4 أحلام، نهائي واحد ينتظر بطلا جديدا. وفي نهاية المقطع إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل لأول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.